السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم تانية إعدادي. النهاردة هنحل تدريبات على الدرس الأول بالوحدة التانية، تدريب 1 وتدريب 2 من صفحة 50 إلى صفحة 53 بكتاب الامتحان علوم. تدريب 1 معانا على الضغط الجوي. قبل ما ابدأ معاكم حبايبي اتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان اي فيديو انزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الاول: اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الآتية. 1. غلاف غازي يدور مع الارض حول محورها ويمتد بارتفاع حوالي 1000 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر، ده الغلاف الجوي. 2. وزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه وحدة المساحات، وطول ارتفاع الغلاف الجوي، طبعا ده الضغط الجوي. خطوط منحنية تصل بين نقاط الضغط المتساوي في خرائط الضغط الجوي، دي خطوط الايزوبار. السؤال 2: أكمل العبارات الآتية. يقاس الضغط الجوي بواسطة البارومترات ووحدة قياسه بار أو ملي بار. الضغط الجوي المعتاد عند مستوى سطح البحر بيعادل كام؟ 1013.25 ملي بار. يتواجد 50% من كتلة الهواء الجوي ما بين سطح البحر وحتى ارتفاع 3 كيلو متر، بينما يتواجد 90% من كتلة ما بين سطح البحر وحتى ارتفاع 16 كيلو متر. 4. كلما ارتفعنا لأعلى فوق مستوى سطح البحر يقل كل من طول عمود الهواء ووزنه، يبقى بيقل طول عمود الهواء ووزنه. السؤال رقم 3: قارن بين الالتيميتر والانوريد من حيث ايه؟ من حيث الاستخدام. هنقول الالتيميتر يستخدم في تحديد ارتفاع الطائرات المحلقة بمعلومية الضغط الجوي. تاني، يستخدم في تحديد ارتفاع الطائرات المحلقة بمعلومية الضغط الجوي. أما الأنوريد يستخدم في تحديد الطقس المحتمل بمعلومية الضغط الجوي. 4. علل لما يأتي. 1. يزداد الضغط الجوي كلما انخفضنا عن مستوى سطح البحر بزيادة طول عمود الهواء وبالتالي وزنه. هبوب الرياح من منطقة لأخرى على سطح الأرض. هنقول لاختلاف الضغط الجوي من منطقة لأخرى فتهب الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض. تاني، لاختلاف الضغط الجوي من منطقة لأخرى فتهب الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض. تدريب 2 على طبقات الغلاف الجوي. أول سؤال معانا: اذكر اسم الطبقة أو المنطقة الموجودة بالغلاف الجوي التي رقم 1 تحتوي على 75% من كتلة الغلاف الجوي، طبعا دي التروبوسفير. تفصل بين الميزوسفير والسيرموسفير، الميزوبوز. تحدث بها كافة الظواهر الجوية، التروبوسفير. تحتوي على كميات محدودة من غازي الهيدروجين والهيليوم وتجعلها شديدة التخلخل، الميزوسفير. يندمج فيها الغلاف الجوي بالفضاء الخارجي وتسبح فيها الأقمار الصناعية، الإكسوسفير. مادام قالك تسبح فيها الأقمار الصناعية على طول هتقول الإكسوسفير. السؤال 2: صوب ما تحته خط. 1. يتحرك الهواء في الستراتوسفير بشكل رأسي بينما يتحرك الهواء في الجزء السفلي من الميزوسفير بشكل أفقي. هنقول يتحرك الهواء في التروبوسفير بشكل رأسي بينما يتحرك الهواء في الجزء السفلي من الستراتوسفير بشكل أفقي. 2. يوجد معظم غاز الأوزون في الستراتوسفير على ارتفاع ما بين 20 إلى 40 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر. 3. تفصل التروبوبوز في بين الستراتوسفير والميزوسفير وهي منطقة تتميز بثبات الضغط فيها. هنقول تفصل الستراتوبوز بين الستراتوسفير والميزوسفير وهي منطقة تتميز بثبات درجة الحرارة فيها. التروبوسفير أبرد طبقات الغلاف الجوي، طبعا الميزوسفير هي أبرد طبقات الغلاف الجوي، بينما السيرموسفير أعلاها في درجة الحرارة. يبقى معانا الميزوسفير أبرد طبقات الغلاف الجوي والسيرموسفير أعلاها في درجة الحرارة. السؤال رقم 3:
علل لما يأتي. تسمى الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي بالتروبوسفير لحدوث معظم التقلبات الجوية بها مثل الرياح. ارتفاع درجة حرارة الجزء العلوي من الستراتوسفير حتى تصل إلى الصفر المئوي لوجود غاز الأوزون الذي يمتص الأشعة الفوق البنفسجية الصادرة من الشمس. الجزء السفلي من الستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات لأنه خالي من الغيوم والاضطرابات الجوية ويتحرك فيه الهواء حركة أفقية. لأنه خالي من الغيوم والاضطرابات الجوية ويتحرك فيه الهواء حركة أفقية. السؤال 4. أكمل الجدول التالي الذي يوضح أوجه المقارنة بين طبقات الغلاف الجوي. هنا معنى الاسم: التروبوسفير دي الطبقة المضطربة، الميزوسفير دي الطبقة المتوسطة، الثرموسفير دي الطبقة الحرارية. من حيث السمك التروبوسفير 13 كيلو متر، الستراتوسفير 37 كيلو متر، الميزوسفير 35 كيلو متر، أما الثرموسفير 590 كيلو متر. الضغط الجوي عند نهاية الطبقة: التروبوسفير حوالي 100 ملي بار، أما الستراتوسفير حوالي 1 ملي بار. درجة الحرارة تنخفض بمعدل 6.5 لكل 1 كيلو ارتفاع كيلومتر ارتفاع حتى تصل عند نهايتها إلى -60 درجة مئوية. يبقى نقول تنخفض بمعدل 6.5 لكل 1 كيلومتر ارتفاع حتى تصل عند نهايتها إلى -60 درجة مئوية. تثبت في الجزء السفلي. بتثبت فين؟ في الجزء السفلي عند -60 درجة مئوية، ثم تزداد حتى تصل عند نهايتها إلى 0 مئوي، إلى 0 درجة مئوية. تصل عند نهايتها إلى -90 درجة مئوية، تصل عند نهايتها إلى 1200 درجة مئوية. يبقى تاني: التروبوسفير تنخفض بمعدل 6.5 لكل 1 كيلومتر ارتفاع حتى تصل عند نهايتها إلى -60 درجة مئوية. دي إيه؟ التروبوسفير. أما الستراتوسفير تثبت في الجزء السفلي عند -60 درجة مئوية، ثم تزداد حتى تصل عند نهايتها إلى 0 مئوي. معانا الميزوسفير تصل عند نهايتها إلى -90 درجة مئوية، أما الثرموسفير تصل عند نهايتها إلى 1200 درجة مئوية. السؤال 5. اذكر أهمية كل من الميزوسفير: حماية الأرض من الكتل الفضائية الهامة فتحترق بها تماما وتظهر على هيئة شهب. تاني: حماية الأرض من الكتل الفضائية الهامة فتحترق بها تماما، فتحترق بها إيه؟ تماما، وتظهر على هيئة شهب. الأيونوسفير: الأيونوسفير تنعكس عليها موجات الراديو التي تبثها محطات الإذاعة والاتصالات اللاسلكية. يبقى تنعكس عليها موجات الراديو التي تبثها محطات الإذاعة والاتصالات اللاسلكية. أما الأقمار الصناعية هامة لمعرفة الطقس والاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني. يبقى هامة لمعرفة الطقس والاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني. السؤال رقم 6. ما النتائج المترتبة على رقم 1: احتواء التروبوسفير على 99% من بخار الماء غلاف الجوي. من بخار ماء الغلاف الجوي هنقول الحفاظ على درجة حرارة كوكب الأرض. يبقى هنقول الحفاظ على درجة حرارة كوكب الأرض. سقوط الأشعة الكونية الضارة على حزامي فان ألاين هنقول تتشتت الأشعة الكونية الضارة وتحدث ظاهرة الشفق القطبي. تاني: تتشتت الأشعة الكونية الضارة ويحدث ظاهرة الشفق القطبي. مسائل متنوعة: إذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل 20 درجة مئوية، فكم تبلغ درجة الحرارة عند قمته التي ترتفع عن سطح البحر بمقدار 8000 متر؟ طبعا احنا هنا ما بنشتغلش بالمتر، بنشتغل بالكيلو متر. يبقى ال 8000 دي عشان نحولها الكيلو متر بتقسمها على 1000. 8000 على 1000 هيساوي 8 كيلو متر. الحل بقى: أول خطوة هتحسب مقدار التغير في درجة الحرارة. مقدار التغير في درجة الحرارة القانون بيقول ايه؟ الارتفاع في 6.5، ده القانون. الارتفاع معانا كام؟ الارتفاع طلع معانا ب8 كيلو متر، لان احنا حولنا من المتر الى الكيلو متر وقسمنا على 1000 ادانا 8 كيلو متر. يبقى الارتفاع 8 كيلو متر، وال6.5 اللي في القانون هتنزل. 8 في 6.5 هيدينا 52 درجة مئوية. طيب عايزين نحسب درجة حرارة القمة اللي هو طالبها مننا، فكم تبلغ الحرارة عند قمته؟ طبعا هنقول درجة حرارة القمة مادام عايز
عايز القمة هتحسب درجة حرارة السفح ناقص مقدار التغير بس بالانخفاض، عشان هو عايز منك القمة. يبقى هنقول درجة حرارة السفح ناقص مقدار التغير بالانخفاض. درجة حرارة السفح معانا بكام؟ درجة حرارة سفح الجبل 20 درجة مئوية، يبقى هنكتب 20 ناقص مقدار التغير بالانخفاض. طبعا طلع معانا كام؟ 52، لان احنا حسبنا اول حاجة مقدار التغير في درجة الحرارة، طلع معانا 52. بس انت لازم تكتب مقدار التغير بالانخفاض. ليه؟ عشان قال لك عند قمته، ما دام قال لك عند قمته يبقى بالانخفاض. يبقى هنا 20 ناقص 52 اللي هي مقدار التغير هيدينا 32 درجة مئوية. يبقى في المسائل اللي زي دي لو مديك متر بتحول الى الكيلو متر، يعني بتقسم على الألف. أول خطوة بتحسب مقدار التغير في درجة الحرارة. القانون بيقول الارتفاع في 6.5. الارتفاع احنا حسبناه بالكيلو متر ادانا 8، وال6.5 اللي في القانون بتنزل هيدينا 52 درجة مئوية. تاني خطوة بتحسب درجة حرارته عند القمة اللي هو عايزه منك. درجة حرارة القمة بتساوي درجة حرارة السفح ناقص مقدار التغير بالانخفاض. درجة حرارة السفح مديها لك في المسألة ب20 درجة مئوية ناقص مقدار التغير بالانخفاض اللي هو طلع معانا 52. يبقى 20 ناقص 52 هتساوي ايه؟ هتساوي 32 درجة مئوية. المسألة اللي بعد كده 2. احسب درجة الحرارة عند النقطة ايه. فين النقطة ايه؟ النقطة ايه اهي اللي هي عند السفح. يبقى عايز منك درجة الحرارة عند السفح. إذا كانت درجة الحرارة عند النقطة بي بتساوي 2 درجة مئوية، النقطة بي دي اللي هي القمة، بي دي يعني عند القمة، والسفح اللي هي ايه طبعا. وهنا مديك الارتفاع 4 كيلو متر. الحل زي ما قلنا على خطوتين. أول خطوة بتحسبها مقدار التغير في درجة الحرارة بيساوي ايه؟ القانون قلنا الارتفاع يا مس في 6.5. الارتفاع مديهولك بكام في المسألة؟ ب4 كيلو متر. هو مش كاتبهولك هنا بس مديهولك اهو ب4 كيلو متر. هنكتب 4 في 6.5 اللي معانا في القانون. 4 في 6.5 هيساوي ايه؟ هيساوي 26 درجة مئوية. اذا درجة الحرارة عند النقطة ايه اللي هو عايزها منك اللي هي عند السفح بيساوي درجة الحرارة النقطة بي اللي هي عند القمة زائد مقدار الارتفاع، مقدار التغير بالارتفاع. ليه قلنا بالارتفاع؟ لان هو هنا عايز منك السفح. ما دام عايز منك السفح بيبقى درجة الحرارة ناقص مقدار التغير بالارتفاع. قلنا ليه بالارتفاع؟ لان هو طالب منك اللي عند السفح. طب لو كان طالب منك اللي عند القمة كنت هتقول مقدار التغير بالانخفاض. بالانخفاض يعني بنطرح، بالارتفاع يعني بنجمع. يبقى هنقول درجة الحرارة النقطة ايه اللي هي عند السفح بتساوي درجة الحرارة بي اللي هي القمة زائد مقدار التغير بالارتفاع. بالارتفاع يعني بنجمع. طيب هنا معانا درجة حرارة بي اللي هي القمة فين؟ مدهنا ب2 درجة مئوية اهي، انا كتبتها لك فوق هنا عشان تبقى ايه؟ تبقى فاهم ان دي القمة. هنكتب 2 زائد ايه؟ زائد مقدار التغير بالارتفاع احنا لسه حاسبينه 26 درجة مئوية. 2 زائد 26 هيساوي 28 درجة مئوية. يا مس يعني احنا اللي فهمناه من المسائل دي اللي احنا بنحلها على خطوتين؟ بتحلها على خطوتين. عندك القانون الاول مقدار التغير في درجة الحرارة بيساوي ايه؟ الارتفاع في 6.5. تاني حاجة لو طالب منك درجة الحرارة عند القمة بتقول درجة حرارة القمة بتساوي درجة حرارة السفح ناقص مقدار التغير بالانخفاض. ليه؟ لأن عايز منك القمة. طب لو كان عايز منك السفح كنت هتقول درجة حرارة السفح بتساوي درجة حرارة ايه؟ القمة زائد ايه؟ زائد مقدار التغير بالارتفاع. يعني سفح ارتفاع، اما قمة انخفاض. يعني ايه ارتفاع؟ يعني بنجمع. يعني ايه انخفاض؟ يعني بنطرح. هنروح للمسألة اللي بعد كده. انا قررت ليه؟ لان التكرار بينبه المخ وبيثبت المعلومة، ودي قوانين يا ريت تحفظها معايا لان المسألة دي بتيجي في الامتحانات. لابد من المسألة دي بتيجي في الامتحان. إذا كانت درجة حرارة عند قمة جبل سالب 3 درجة مئوية وعند سفحه 10 درجة مئوية. يا مس ده هنا مدينا القمة ومدينا السفح، أكيد هيطلب منك الارتفاع. فكم يبلغ ارتفاع هذا الجبل؟ يعني عايز منك قانون الارتفاع للمسائل دي. الارتفاع بيساوي ايه؟ درجة حرارة السفح ناقص درجة حرارة القمة بين قوسين. طيب درجة حرارة السفح ناقص درجة حرارة القمة. فين درجة حرارة السفح؟ اللي هي 10 درجة مئوية. تكتب 10
ناقص درجة حرارة القمة عند قمة الجبل سالب 3 درجة مئوية. طبعا مدام مديها لك بالسالب عشان كده بنحطها بين قوسين. يبقى 10 ناقص سالب 3 درجة مئوية هيدينا 6.5 على قصد 6.5 اللي معانا في القانون هيساوي 2 كيلو متر. يبقى هنا خليك معايا الارتفاع بيساوي درجة حرارة السفح ناقص درجة حرارة القمة على 6.5. ده القانون. يعني يا مس لما يطلب مني الارتفاع اقول درجة حرارة السفح ناقص درجة حرارة القمة على 6.5. طب درجة حرارة السفح كام او درجة حرارة القمة كام؟ درجة حرارة السفح مدهنا ب10 ودرجة حرارة القمة سالب 3 درجة مئوية على 6.5 اللي معانا في القانون. يبقى هنقول 10 ناقص سالب 3 هيدي على 6.5 هيدينا 2 كيلو متر. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا حل تدريبات الدرس الأول بالوحدة الأولى. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق وربنا ينجحكم جميعا، ويا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لأن اللايك بيرفع الفيديو على القناة زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد. بس انا اللي انا طالباه منكم يا سنة تانية اللي انتوا تحفظوا القوانين، تكون عارف الارتفاع بيساوي ايه، درجة حرارة السفح ناقص درجة حرارة القمة على 6.5. طب لو كان عايز منك درجة حرارة السفح يبقى تقول بتساوي درجة حرارة القمة ناقص مقدار التغير بالارتفاع. لو عايز منك درجة حرارة القمة هتقول درجة حرارة السفح ناقص مقدار التغير بالانخفاض. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق وربنا ينجحكم جميعا.